السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملنا الحواوشي بطريقة سهلة وجميلة قوي يا جماعة. عايزة اوريكم شكله من جوه عامل ازاي. اللحمة كانت مستوية واخد 10 دقايق في الفرن وكان خطير، حلو قوي. شايفين؟ وكل حاجة مندمجة مع بعضها، والعيش شارب من عصارة اللحمة وطعمه رهيب. تابعونا واتفرجوا على الطريقة، ان شاء الله هتعجبكم. وحطوا لنا لايك كده واكتبوا لنا كومنت حلو. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل النهارده الحواوشي بطريقه حلوه جدا وبسيطه، ان شاء الله هتعجبكم. معايا فلفل احمر وفلفل اخضر، ممكن تستخدمي فلفل احمر حامي زي ما تحبي. بصلتين 2، ده كيلو هتستخدم ايه؟ بصلتين 2 بس. وفصين توم. البهارات بقى، ومعايا ليا كمان اهي. انا لسه هفرم كل ده مع اللحمه تاني في الكبه. هنا ملح عادي، ورق لورا، فلفل اسود، حبهان مطحون، قرنفل، جوز الطيب، رشة قرفة، كبابة صيني. هي دي البهارات اللي انا هحطها عليه. تمام. اللي في النص ده روزماري. هنجربه بقى بالطريقة دي. لحمة عادية 3 كيلو لحمة، ومعايا 200 جرام ليا. طبعا انت حابة اي نوع لحمة تستخدمي ضاني تستخدمي، دي لحمة بقى عادية خالص. حتى فيها عظمة، فانا هضطر الوقت الاول اقطعها من العظمة ديت علشان ما تبوظليش الكبة بتاعتي. هاخد الدهنة بتاعتها اللي انا هستخدمها. بصراحة الطريقة دي كانت انجح طريقة معايا لعمل الحواوشي. فيها حاجات بسيطة قوي، بس اسرارها في التوابل بتاعتها وفي الطريقة اللي هنستخدمها دلوقتي وهنعمل بيها اللحمة. هاخد دلوقتي اللية. الاول هنفرم نص اللحمة مع اللية مع الخضار. البصل بتاعنا بصلتين على الكيلو، عشان طعمه ما يبقاش باين وطاغي على اللحمه. ده طعمه زي بره بالظبط يا جماعه. هنقطع الخضار بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لك، حابه تحطي الخضار حامي فيه حطيه زي ما انت عايزه. طبعا انا ما حطيتش عشان الولاد، حطيت رشه شطه بس وانا بفرمهم مع بعض بسيطه كده. فصين توم او 3 زي ما تحبي، بس هو الفصين والبصلتين والفلفل، القطعتين فلفل كانوا بساط قوي وطعمهم كان مظبوط مع كيلو اللحم. ولحمة عادية بقري مش لحمة ضاني، واللحمة كانت مفرومة مرتين، بس انا برضو فرمتها نعمتها كمان بالكبة بتاعتي. طبعا وانت بتشتغلي بالكبة بتقلبيها بالمعلقة، لان الكبة مش هتنزلك اللي تحت لفوق، ماهيش كبة كبيرة قوي عشان تنزلها من تحت لفوق يعني. بس هي في الاول فرمتهم فرمة ناعمة حلوة كده، وبعدين اخدت بقية اللحمة معايا. هنحط بقية اللي معايا، وهنحط اللحمة وبقية البهارات زي ما قلتلك. هي البهارات البسيطة دي مدية ليه طعم خرافي خيال. هنحط كده، وطبعا زي ما بقولك انت هتبدأي تشغلي الكبة وهتقلبي، هتوقفي وكل شوية تقلبي من فوق لتحت عشان كل اللحمة تندمج مع بعضها. الملح، الورق لورا، الفلفل الابيض، حبهان مطحون، القرنفل، القرفة، رشة قرفة، ورشة جوز الطيب. هي طعمها بيبقى حلو قوي مع اللحمة وبتدي نكهة حلوة جدا. والروزماري طبعا، روزماري ناشف اهو، عندك اخضر لو انت موجود استخدميه برضو. هما دول البهارات اللي احنا هنستخدمها على اللحمة بتاعتنا. هننزلهم كده وبعدين هنبدأ نقلب من فوق وتحت زي ما قلتلك. كل شوية هتوقفيها وتقلبيها. لو هي الكبة كبيرة وبتخلط بسرعة سيبيها، لو هي مش كبيرة زي بتاعتي كده هنفضل نقفلها ونقلبها من فوق لتحت عشان كله يندمج مع بعضه وتبقى كلها كتلة واحدة كده. بعد ما انا خلصتها هتشوفي بقوام اللحمة دلوقتي شكله عامل ازاي. هتنزليه بالشكل دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا معلقتين سمنة بلدي مسيحة، ممكن تحطي زيت زي ما انت عايزة. العيش البلدي انا عملته
وحمرت الوش وسبت الجزء التاني ما تحمرش، عشان لما تيجي تحمري وشه تعرفي تحمريه تحت الشوايه. طبعا انت ممكن تشتريه من الفرن عادي موجود، تقولي له عيش بتاع الحواوشي بيبقى تخين شويه عن العيش العادي علشان يقدر يستحمل الميه اللي بتنزل من اللحمه. شايفين العيش من جوه شكله عامل ازاي؟ انا اللي عاملاه، وما هوش صعب ولا حاجه، واللي محتاج الطريقه ممكن يقولي وانا اعملها له. ده شكله من جوه. وهنجيب بقى كوره على قد ايدينا كده. اللحمه شكلها عامل ازاي لما اتفرمت؟ هي مفرومه مرتين عند الجزار، وانا كمان فرمتها تالت مره او مرتين كمان في الكبه، تطلع بالشكل الناعم قوي ده. مفيش بقى فيها اي اضافات بقى، لا دقيق ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. الطريقه دي تحفه ان شاء الله هتعجبك لما تجربيها. هتفرديه بايديكي كده. طبعا هنوزعه في كل الرغيف بتاعنا بالشكل ده، على كله بقى من جوه وعلى الحروف وكل حاجه زي ما واضح معاكم. اللحمه كده عمرها ما هتلم منك ولا اي حاجه. هنكمل بقيه الكميه بالعدد اللي معايا ده. هنا بعد ما خلصت الكميه بتاعتي معايا الصاج بتاعي وحطيت فيه ورق زبده. مش حابه تحطي ورق زبده ممكن تدهني بتاع سمنه او زيت زي ما انت عايزه اللي هو الصاج. هتحطي بقى الكميه اللي هو الصاج هياخده. الاول هنمسح العيش بتاعنا بمعلقه كده سمنه بسيط بالفرشه من الجهتين الاتنين. طبعا في جهه زي ما قلت لك متحمره والجهه التانية لا، فالجهه اللي مش ما اتحمرتش دي هي اللي هتتفتح تحت الشوايه. ما تحطهوش مكشوف، لازم تغطيه يا اما بورق زبده او ورق فويل زي ما انا هعمل، لانه ممكن يتلهف بسرعه وتكون اللحمه ما استوتش فيبوظ منك. وبياخد بالظبط 10 دقايق في البوتاجاز تحت الشوايه في الفرن اقصد. وبعد الخمس دقايق الاولانيه تفتحها عليه ياخد وش بس خلي بالك وعينك عليه. طبعا بعد ما دهنته كله كده بالسمنه هنلفه في ورق الفويل زي ما قلتلك او ورق الزبده اللي متاح عندك. هتغطيه كويس ما تسيبيش فيه فتحه علشان اي فتحه هتنفذ الحراره اكتر وهتخليه وشه يبقى مش مظبوط شكله. طبعا احنا عايزين نجيبه زي اللي بيتعمل بره بالظبط. فعلا جربيه مش هتندمي، طعمه احلى من بتاع بره كمان. هنعمل كل الكميه اللي معايا بنفس الشكل ده. تاخدي ورقه كده يعني ايه تكونش كبيره ولا صغيره قوي علشان تطبقيها كويس عليه. الوجه اللي اتحمر ده هنحطه تحت ونخلي الوش الابيض فوق. طبعا هو بيجي من الفرن تقولوا له عيش الحواوشي هو بيدولك لونه ابيض من الجهتين الاتنين. حابه تعمليه فوق على طاسه اعمليه زي ما انت عايزه كده. بعد ما خلصت انا مشغله شوايه الفرن هنحطه تحتها لحد اول 5 دقايق وبعدين هتفتحي عليه زي ما هتشوفي انا هعمله دلوقتي. طبعا بقولك بتحطي الكميه المناسبه في قلب الصاج بتاعك ده. بعد 5 دقايق شكله كان كده. طبعا هو اللحمه استوت، اللحمه مش بتاخد حاجه اللحمه، وكمان انت شايفه الفرمه ناعمه جدا. هفتحه كله كده تحت الشوايه وهوريكم شكله لما طلع عامل ازاي. اتحمر من فوق زي تحت وبقى شكله خطير وطعمه ملوش حل. شايفين شكله من جوه؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك وتشوفي كده اللحمه الاول استوت كلها ولا لا. اللحمه استوت وزي الفل وفيها عصاره كده والعيش شارب منها. والله العظيم كان زي بتاع بره واجمل كمان. جربي الطريقه دي ان شاء الله هتعجبك. شايفين شكله من فوق وتحت؟ شكله كان حلو قوي وطعمه كان احلى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.